السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس قرأت رسالة لأحد الأنصار وأخ أبو شريف، وكانت سأل عن علامة المهدي في رمضان، وكان يسأل عن إن كان هناك بعض الأدلة على أن قبل رمضان سيكون بعض العلامات. فنمت بعد ما قرأت الرسالة، كان آخر رسالة قرأتها، ونمت ورأيت الشيخ حسن التهامي فرج الله عنه في المنام. وأول ما رأيته كأننا في شهر رمضان يقول لي، كان صوته في أذني: انظر. كان ينظر إلى السماء، قال لي: انظر علامة المهدي في رمضان. فنظرت إلى أعلى فوجدت أن كأن النجوم كلها اجتمعت في دائرة واحدة، هي والكواكب يشكلوا دائرة في السماء. وبعدها كأننا انتقلنا إلى شهر المحرم، فرأيت الشيخ حسن حفظه الله يقول لي: هذه علامة ما قبل البيعة بيومين، كأنها قبل البيعة بيومين. وكان واقفا أمام بيتي، كانت ملابسه يعني قديمة بعد الشيء، وعليها آثار دماء على صدره الشريف، كأنه والله أعلم يعني أنفه يقطر دم. فاستغربت. فبعدها بيوم كان يحدثني ويقول: وهذه علامة ليلة البيعة، أو قبل البيعة بيوم واحد. كان على نفس الهيئة، وكان باين عليه التعب والإرهاق، وكأن الدماء التي على صدره الشريف زادت بعض الشيء. وهنا سألته عن هذه الدماء، فقلت: عزك الله شيخنا، ما هذه الدماء؟ فالدماء كأنها تقطر من أنفه الشريف. فقال: إنه السحر، إنه السحر. وثم بعد ذلك أراد أن يدخل أحد الغرف عندي في المنزل لينام فيها ليلة البيعة، وقال لي: جهز للبيعة، أو قال: جهز وأحرس الأرض، احرس الأرض وجهزها للبيعة. ودخل الغرفة في منزلي، والغرفة بعدما دخل وأغلق الباب كأن نور سطع من الغرفة من جميع الجهات، نور ملأ المكان في بيتنا، حول بيتنا وإلى السماء، كان يرتفع إلى السماء. المهم ذهبت، وكان معي أبي رحمة الله عليه، وكان أبي سعيد جدا، واستقلنا جرار زراعي وقمنا بحرث الأرض. والأرض كنا نحرث فيها، نحرسها. كان فيها بعض أشجار السدر اللي هو بنسميه في مصر النبق. المهم كان أبي سعيد جدا وهو يحرس الأرض، كأننا من فترة لم نستطيع أن نزرع الأرض، فكان سعيد بأننا نحرسها ونجهزها للزراعة. حتى أن بعض الأشخاص كان لنا عندهم ديون ونحن نحرث الأرض، بدأوا يأتوا بالديون، وكانوا كأنهم مجبرين على دفع هذه الديون لنا، وأخذت نأخذ منهم هذه الديون. المهم صبيحة اليوم التالي بعد ما الشيخ حسن بات في منزلي، خرج للبيعة، كأنه خارج للبيعة، الملابس جميلة بيضاء، وكان يلبس العمة المحنكة، وكان وجهه كله نور. تغيرت ملامح وجهه عن اليوم الذي قبله، كان وجهه كله يسطع نور. المهم فأتى لي ففرحت به كثيرا. وكان الناس حولنا من أهل بيتي
والجيران يقولون هذا زمن المهدي، هذا زمن المهدي، هذا ما سمعته. وكانوا لا يعرفوا أن هذا الشخص الذي معي اللي هو الشيخ حسن أنه هو المهدي. المهم، فبعد ما خرج وقابلته فرحت به كثيرا فبايعته، ونحن هنا في مصر قبل أن نذهب فبايعته. المهم، واستقلنا سيارة وكان هو الذي يقود السيارة، ركب معي وركبت جنبه بجانبه وذهبنا بالسيارة، وكان وجهه سعيدا مستبشرا. وذهبنا إلى مكة، في اتجاه مكة، من مصر إلى اتجاه مكة، حتى أننا مررنا وعبرنا البحر بالسيارة. كانت السيارة تمشي فوق الماء، سبحان الله العظيم. وذهبنا ودخلنا بيت الله الحرام، وكان بيت الله حرام لا يوجد أحد فيه. فالمهم دخلنا ونزل من السيارة، ودخلنا بالسيارة حتى صحن الكعبة المشرفة، وخرج من السيارة واستقبله الأنصار، استقبله الأنصار بجانب الكعبة، وأخذ الأنصار يبايعونه. جلس وأخذ الأنصار يبايعونه، وأنا جلست خلفهم لأنني كنت بايعت. فنظرت فإذا بالشيخ أبو محمد أبو المدني حفظه الله يعرفه على الأنصار. فالمهم كأنني فتحت الهاتف وفتحت مجموعة إني مهاجر إلى ربي لكي أعرف الأنصار الذين كانوا معنا في المجموعة من يبايعون. فبايع أمامي من الأنصار الذين قرأت أسماءهم، كان يقول له هذا فلان، الاسم فلان في المجموعة. كان أخ أبو شريف من نجائب مصر، وكان أخ اسمه مكتوب اسمه في الجروب اسمه علي باللغة الإنجليزية، كاتب اسمه علي. وأخ اسمه كاتب اسمه أبو هشام أو أبو هاشم باللغة العربية. هؤلاء من بايعوا أمامي. وكان وسط الأنصار من أعرفهم مسبقا الشيخ جمال حفظه الله، الشيخ جمال الفلسطيني كان ينتظر البيعة. المهم، وأنا في الحرم رأيت كأن القنوات فتحت كده، يعني قنوات الفضائية فتحت في الكعبة بنظام إشاعة أو هكذا، وبدأت القنوات تتحدث عن المهدي. فكان بعض القنوات تقول فيها، يعني أتذكر واحد فيها كان يقول هؤلاء قوم لا يؤبه لهم، وكان يرفس بيده كده، يعني كان بينطر بأصابعه الأربعة، يعني إن هم لا يؤبه لهم أو سيموتون، فيما يعني معنى تعبير وجه هذا الرجل. وبعض القنوات الأخرى كانت تتحدث عن هؤلاء إرهابيون، هؤلاء إرهابيون سيموتون، هؤلاء إرهابيون يحتلون الحرم. وبعض القنوات الأخرى كانت تتكلم عن جيوش تذهب لتطهر الحرم من الإرهابيين وهكذا. المهم انتابني في هذه اللحظة بعض قلق شديد، وكنت أنظر للشيخ حسن وهو ينظر لي. وبعد ما أخذ البيعة من الأنصار أتى إلى السيارة التي ذهبنا فيها أنا وهو. فقلت له فماذا سنفعل في هؤلاء الجيوش أو في هذه الجيوش؟ تبسم وقال لي لا تقلق، سنفعل معهم كما يحدث هذا. ودخل هو كان في السيارة، فأغلق أبواب السيارة علينا وأخذ يقفل الأبواب بالمسوجر بتاع السيارة. سنفعل فيهم في مكة هكذا، يعني كأننا سنغلق مكة من الجانبين. كان جنب من الباب من ناحية اليمن، والباب الآخر كان من ناحية بلاد الشام، فكأنه أغلق الحرم من الجانبين. وكان مطمئنا ومستبشرا، وكل الأنصار الحمد لله كانوا مستبشرين. وأغلب أنا كما رأيت أن أغلب من في البيعة من مجموعة إني مهاجر إلى ربي. أغلب الأنصار في المجموعة
سيحضروا البيعة من كانوا موجودين، بس فقط اللي حضرت بيعتهم أو ركزت في البيعة كان الأخ أبو شريف والأخ هذا الأخ علي وأبو هاشم أو أبو هشام، وكان رأيت الشيخ جمال، وكان الشيخ أبو محمد حفظه الله الفلسطيني أبو محمد المدني هو الذي كان يقدم الأنصار للبيعة. هذا ما رأيت، والله على ما أقول شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.